كما هو لكي تتصوروا يعني بشاعة المخطط اللي كان موضوع. كانوا يبعثوا بعض سفهائهم إلى العراق ويحضروا بعض النوادي ويقوموا بعمليات استعراضية بالشكل الذي يظهرهم على حساب كرامة العراقيين وعلى حساب قيم العراق. والبعض من أولئك السفهاء كانوا يقولون احنا راح نخلي الماجد العراقية تصير ب10 دنانير. إلى شهادة السيد حامد الجبوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية والخارجية والإعلام والثقافة في عهد الرئيسين أحمد حسن البطر وصدام حسين. أن يتم العقاب شخص أعدموه مثلا، اتهموه بالخيانة، القيادات البعثية هذه التي أعدمت، ماذا كانوا يفعلوا في عائلتها في ممتلكاتها؟ والله لأن هاي المسائل حساسة. لا مش حساسة، قول لنا هذا للتاريخ الآن، مش هتقول أسماء لكن قول لنا كيف يعني ضابط كبير برتبة لواء وفي جبهة الحرب مع إيران في قاطع البصرة يشك في ولاءه، فتروح مجموعة من 7 أو 6 ما أتذكر العدد طبعا من إياهم وتروح على بيته وتغتصب زوجته وتصور هذه العملية، ويستدعى إلى بغداد ويشوف العملية أمام عينه فينهار. اغتصاب زوجته ثم يستدعى ويهدد بفضح هذا استدعى من مين اللي عمل؟ من قبل الرئيس. الرئيس نفسه اللي كان يشرف على هذه الأشياء طبعا. وخير بين أن يفضح على نطاق واسع أو أن يكون عميل يجيب لهم إخبار على زملائه يعني طبعا. فرفع من رتبة وهو بالحق. يعني كانوا يستخدموا يعني الذي يرفض أن يتجسس على زملائه يدمروه. نعم. حتى يجبروه على أن يواصل التجسس. نعم. أنا والله بال84 طلعت قسما بالله كنت أخلي مسدس والكلاشينكوف عند راسي حتى إذا إجوا اعتدوا أو حاولوا الاعتداء يعني أسويها مجال. اسمه عبد الواحد الحج معين. هذا الضابط يعتقل ويعذب ويهان وتستعمل معه كافة الوسائل الدنيئة من أجل إذلاله وإهانته. وكان هذا الشخص خاطب بنت عراقية بعده لم يتزوجها، يجيبوا خطيبته إلى السجن ويفعلوا ما يفعلوا فيها ويذلوه من أجل جره لاعترافته وهو ما عنده شيء. من البصرة؟ نعم. شنو هاي الفنية الجديدة؟ يعني ابنك كارلوس ويحكي على الحكومة. ايش على الحكومة؟ ويحكي على صدام حسين علينا. كل هاي الأعمال اللي صارت واللي شفناها واللي انعرضت هنا، أي نعم. أنا شخصيا والله تفاجأت بيها ويندى لها الجبين. يعني موضوع الاغتصاب وموضوع الأعمال اللي صارت حقيقة أنا تفاجأت بيها. فتاة مو أكثر من 13 سنة وطبعا من معلقيها وكهرباء يعني هم نفس الشيء عريانة. شنو سبب التعذيب هذا كله؟ لأنه رايحين على أخوها ما لاقي بالبيت فجايبين لبنيك وانت تعترف وين أخوها وهي تصيح والله العظيم ما أندل وين. هذا التعذيب اللي كان يكون على النساء العراقيات وبالصحف وبالمجلات وبإذاعاتهم الماجدات العراقيات.